مع الأستاذة الدكتورة منال عمر. في الوطن تنفرد بآخر حوار بين وزير الدفاع والرئيس المعزول مرسي. السيسي بيقول حاول تمشي بكرامتك، مرسي بيقول أمريكا مش هتسيبكم. الصحفي بيوصف ازاي، هو مش كاتب اسم الصحفي، ازاي دخل جهة سيادية وفرجوه على شريط لقاء بين مرسي والسيسي، آخر لقاء بينهم من بعض. وبعدين بدأ ينشر الحوار اللي هو شافه على الشاشة. السيسي شرعية ايه؟ ده الظاهر ان مرسي قال انا مع الشرعية، انا يعني ليه الشرعية؟ فالسيسي بيرد عليه يقول له شرعية ايه؟ جيش كله مع إرادة الشعب، واغلبية الشعب حسب تقارير موثقة مش عايزينك. السيسي الموضوع منتهي وما عادش بمزاجك، وبعدين حاول تمشي بكرامتك وتطالب من تقول أنهم أنصارك بالرجوع لمنازلهم حقنا للدماء بدلا من أن تهدد الشعب بهم. السيسي احنا يهمنا الشعب مش أمريكا، وطالما أنت بتتكلم كده أنا هكلمك على المكشوف. احنا معانا أدلة تدينك وتدين العديد من قيادات الحكومة بالعمل على الإضرار بالأمن القومي المصري والقضاء، هيقول كلمته فيها وهتتحاكموا قدام الشعب كله. مرسي هو أنا محبوس ولا إيه؟ السيسي أنت تحت الإقامة الجبرية من دلوقتي. مرسي ما تفتكرش ان الاخوان هيسكتوا، ولو انا سبت الحكم هيولعوا الدنيا. السيسي خليهم بس يعملوا حاجة وهتشوف رد فعل الجيش. اللي عايز يعيش فيها باحترام اهلا وسهلا، غير كده مش هنسيبهم، واحنا مش هنقصي حد. والاخوان من الشعب المصري، ما تحاولش تخليهم وقود في حربكم القذرة. لو بتحبهم بجد تنحى عن الحكم وخليهم يروحوا بيوتهم. السيسي انا مسكت وزير الدفاع برغبه الجيش كله مش بمزاجك، وانت عارف كده كويس، وبعدين انت ما تقدرش تشيلني، انت خلاص لم يعد لك اي شرعيه. مرسي طيب لو وافقت ان اتنحى ممكن تسيبوني اسافر بره وتوعدوني انكم مش هتسجنوني؟ وانتهى الحوار عند هذه الجمله بقول السيسي انت من دلوقتي محبوس. تمام. وهي قضية الخصخصة. الخصخصة خصخصة كل ممتلكات أو معظم ممتلكات الشعب التونسي، وتم ذلك في عهد رئيس الحكومة السابق محمد الغنوشي، ولم نقرأ اسم محمد الغنوشي في التقرير، وكأن محمد الغنوشي لم يوقع على التخصيص للشركات التي بيعت برخص التراب إلى الناس. احنا كل اسم نلقاه في وثيقة رسمية نشير إليه. بالنسبة للخوصصة أو للخصخصة حصلت حالات فظيعة، وهنا نأتي نفس المنظومة. لا أبرر موقف أي أحد، ولكن لا شيء يتم سواء بالنسبة للصفقات العمومية أو بالنسبة للخصخصة. في شركات بيعت بدينار وثم أملاك هامة بيعت بدينار رمزي لتونسيين، أو أحيانا لبعض، دي لابد أن تعود إلى الشعب مرة أخرى، لبعض مسؤولين في دول الخليج. هذا موجود دينار رمزي. الأرض اللي بنيت عليها المارينا الحمامات دار ليلى بن علي 3500 متر تقريبا بمئات، شفتها بمئات دينار، في حين قصر منيف ب100 دينار. هذا فضلا عن القصر ذاته بني ليس بالمال الخاص لليلى. من أجل إقامة
الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية. مثلا السكان وكلهم مسلمون، والجزائر كذلك، والمغرب كذلك، وليبيا، ولكن هذه البلاد لا تطبق الشريعة الإسلامية. لماذا؟ هنا تلتقي الأقليات مع الأغلبيات في أن غياب الحرية هو سبب رئيسي فيما تعانيه الأمة من بلاء. ولذلك لا عجب أن اعتبر شيخنا الشيخ القرضاوي بارك الله في عمره أن مطلب الحرية يسبق مطلب تطبيق الشريعة. مطلب الحرية يسبق حتى مطلب تطبيق الشريعة، لأنه هذا هو المدخل لذلك. ولكن أقول أن وزير العدل في الجهة المقابلة هو سابقا أستاذي في مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق في سوسة. أنا تلميذه، يعني أنا طالب في هذه الكلية لوزير العدل الآن السيد بشير التكاري. وأغلب هؤلاء المهاجرين هم من تلاميذ لكثير من الوزراء الفاعلين الآن في السلطة، يعني هم التلميذ هو مثل الابن يعني. فأنا هنا يعني أناشد وأطالب كل الخيرين وكل الطيبين وكل الإرادات الصادقة في الحكومة وفي الأحزاب السياسية المعارضة وفي الأحزاب ما يسمى بالموالاة ورأس الدولة أطالبهم جميعا بطي صفحة هذا الماضي الأليم، وأن تكف هذه المحنة وأن تتسع تونس فعلا لجميع أبنائها. يوما بعد يوم يتكشف الدور التآمري المشبوه الذي تؤديه مشيخة قطر في المنطقة، ولا ريب أن المشيخة تحولت إلى سرطان ينهش في الجسد العربي وأداة طيعة بيد الإمبريالية الأمريكية وربيبتها إسرائيل، وارتمت في أحضانهما بوقوفها ضد عروبة المنطقة وضد سوريا وفلسطين. مصادر مقربة من الجماعة السلفية المسمى أنصار الشريعة في تونس أكدت أن عشرات المعتقلين من أنصار هذه الجماعة الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا تلقوا خلال التحقيق معهم عروضا من جهات رسمية تونسية بأن يتم الإفراج عنهم مقابل تسهيل مهمة انتقالهم إلى الأراضي السورية عبر تركيا. المصادر المقربة من الجماعة السلفية التونسية كشفت أن هناك وساطة قطرية لهذا الغرض بين ما يسمى أنصار الشريعة وحزب النهضة الذي يرئسه المدعو راشد الغنوشي. مصادر تونسية مطلعة كشفت أيضا أن مشيخة قطر أقامت في بعض الدول الأفريقية خلال السنتين الماضيتين عشرات الجمعيات الخيرية، وبشكل خاص في تونس وليبيا والجزائر. هذه الجمعيات هي عبارة عن واجهة تخفي حقيقة عملها والقائمين عليها، حيث يقوم هؤلاء بالتغلغل بين الطبقات الفقيرة واستغلال وضعها الاقتصادي الصعب من أجل تجنيد أبنائها للقتال إلى جانب العصابات التكفيرية والظلمية في سوريا. مراقبون يرون أن مشيخة البترودولار تسعى لاستغلال الأوضاع الداخلية في دول الربيع الأطلسي للقيام بدورها التخريبي المشبوه من خلال التآمر على سوريا قلب العروبة النابض، والعمل على إشعال نار الفتنة فيها وإرسال الإرهابيين للانخراط في صفوف جماعات القتل والإجرام بدفع المليارات على المكشوف لتدمير سوريا التي ستخرج من هذه الأزمة وهي أقوى في مواقفها القومية وفي وحدتها الوطنية التي تمثل الحصن المنيع
لهذا الشعب العظيم الذي يعرف موقعه القومي وقدره الحضاري والإنساني. العلمانيين انه النهضه مش تاخذ الصوت. ظل الباجي يؤكد سنه كامله ان الاسلاميين لن في اقصى الحالات ما يوصلوش 20%. 20% هذا ما قابل للسيطره عليها، اما تجيبهم تعطيهم وزاره ولا اثنين هامشيه، والا بعدهم وتعمل حكومه من غيرهم. اما المفاجاه الكبيره كانت النهضه رغم القانون الانتخابي الجائر اللي عملوه، ورغم ذلك فحصلت النهضه على القيمه اللي ما عادش ممكن اقصاء، بل هي اصبحت تتحكم تدير العمليه. هذه ما كانش منتظره من احد، لا في الغرب ولا في الشرق ولا في اليمين، ان النهضه تاخذ الحكم. والنهضه خرجت من تحت الدم في سنه واحده، لمت روحها، وكما قلت ريحه الدين. الشعب يريد هذا الدين. الآن الفئات العلمانية في البلاد هذه صحيح اللي هي ما خذتش أغلبية، ولكن شوفوا الإعلام بيد من الآن؟ الإعلام بيدهم، والاقتصاد بيدهم، والإدارة التونسية نحن موجودين فوق، لكن الإدارة ما زالت حتى الآن بداية من العمد. وتشوف الآن التجمع راجع، التجمع راجع، وبيدهم الإعلام. الجيش مش مضمون، الجيش مش مضمون، والشرطة مش مضمونة بالضرورة. هو اللي عملوا هذوما البوليسية اللي عملوا أذن لهم علي العريض بهذا؟ لا، كانوا موجودين في السلسلة كلها بيديهم. كل إخواننا لو ضاع ما يغركمش العدد، كونكم خرجتوا بلد و2000 و10,000 و20,000 ما يغركمش العدد. أركان الدولة، مفاصل الدولة ما زالت بيدهم. ما زالت بيدهم. وقتكم حتى يتغيروا. الآن مش عندنا جامعة، الآن عندنا وزارة شؤون الدين، والآن مش عندنا دكان، عندنا الدولة تعرف بالسوق، ولكن قوم تستعجلون. الآن أنا أقول للشباب السلفي، أنتم البارح وكنا جميعا الطاحونة تدور علينا، لا المساجد بيدينا الدرس ومتى شئتم. الآن من أراد منكم يعمل تلفزة يعمل تلفزة، واللي يعمل إذاعة يعمل إذاعة، واللي يحب يعمل مدرسة، واللي يحب يعمل جامعة، وتحبوا تعملوا مخيمات، وتحبوا تستدعوا الدعاة من كل مكان، وتعملوا مشاريع. لماذا أنتم مستعجلون؟ ليش ما تاخذوش وقتكم حتى تنظموا الأشياء اللي تحققت لكم هذه؟ هل تظنون بأنه ما تحقق لكم غير قابل للترجل فيه؟ هكذا كنا نظن نحن في الجزائر 91 وقت اللي كنا في الجزائر وظهورنا سخونة بالجزائر، كنا نظن بأن الجزائر أقلعت ووصلت إلى نقطة لا عودة، وتبين أن ذلك كان تقديرا خاطئا، وعدنا إلى الوراء، وأصبحت المساجد تحت سيطرة العلمانيين من جديد، والإسلاميون مطاردين. لا يمكن أن يحصل البلاد هذا. هم انتخبوا ب 80% وتم التراجع عن ذلك. معنى النخبة العلمانية في بلادنا أقوى منها في الجزائر، والإسلام الجزائري أقوى من الإسلام التونسي، ومع ذلك تم التراجع. العاقل هو إذا حصل على كسب يأمنه، يحطه في الجيب، يحطه في الخزان، يسكر عليه رأس المال، حتى بعد باش يزيد القدام يطمئن إلى أنه الشيء هذاك اللي كسبه أصبح مضمون. نحن كسبنا يا إخواننا في سنة واحدة شيء عظيم، وهذا الشيء العظيم ما هوش مكسب نهائي، مش ثابت. شوف المؤامرات اللي قاعدة حولنا الآن، وكلهم قاعدين يتجمعوا، تجمع بعد تجمع، كلهم قاعدين يتجمعوا ضد شكون؟ ضد الإسلام، ضد الإسلام، ضدنا. فنحن
عوض أن نقول أن نطمن الناس، نعطي خطاب تطمين ما نخوفش الناس، ونقولوا الكسب اللي حصلنا عليه نأمنوه ونعظموه، معناها نزيد عليه. كم عندنا من جمعيات، المفروض نملوا البلاد بالجمعيات وننشئ المدارس في كل مكان، ولكن الناس ما زالت جاهله بالاسلام. في ان واحد نحن انتقلنا من تحت الارض الى الحكم. اولادنا بيحكموا ما زالوا ما عرفوش الحكم، ما زالوا ما تعرفوش على كراسي على محيطهم. الوزارات اللي موجودين فيها هو وزير فوق، لكن اللي تحته الكل ملغم، الكل يحكم. كم يحتاج الوقت هو باش يتعلم الساعه كيفاش يحكم، وباش يأمن محيطه، باش يولي محيط يخدم معاه مش يتآمر عليه. ما لازمناش اخواننا نتبعوا حماس الشباب، حماس الشباب جيد، ولكن ينبغي ان نحكم بلجام العقول. نحن بالمجد الان، هل هناك مصلحه حقيقيه للاسلام في ان نضيف الى نص الشريعه، النص الدستوري الموجود، نضيف اليه التنصيص على الشريعه؟ هل هناك مصلحه لنخوض هذه المعركه؟ الان نحن نقول الشعب التونسي ظاهرا والسياسه تحكم على الظاهر سلم بالاسلام دينا للدوله. موضوع الشريعه ثم قسم من التوانسه، النخبه التونسيه اللي كنا بيد هذه مفاصل القوه خارجه من الشريعه. نحن عندنا فرق ما بين الشريعه والاسلام ولا ما عندناش فرق؟ نحن والاسلام مسمى اخر، لان الشريعه بمعناها الحقيقي، الشريعه بمعناها الحقيقي عقيده وشعائر وشرائع ما يشبه المعنى. وحتى اخواننا اللي متحمسين لاضافه نص الشريعه نقول لهم اخواننا تحبوا تطبقوا الحدود؟ يقولوا لا نعني بهذا المزال. ماذا تريدون؟ يحب النص، يحب النص. ليه؟ يقول لان النص باش يقيد السلطه. النص السابق ما قيدش السلطه، ولا نقول ما قيدهاش. هذا كله نظره سطحيه، نظره ظاهريه، ما فيش عمق، ما فيش عمق. واحد متمسك بالنص، نص الشريعه، هذا الاسلامي الظاهري، والعلماني الظاهري كيف متمسك انه هذا خايف قابل الاسلام ورفض الشريعه. هذا مثل ما فعل سيدنا عمر لانصار بني تغلب، قالوا لا ندفع الزكاه، لا ندفع الجزيه، لان فيها حق من شانهم. قال ماذا تريد؟ قال ندفع الزكاه. فضحك سيدنا عمر، قال هم تدفعوا. قبل المسمى ورفض الاسم. فالعلمانيون رفضوا، قبلوا الاسلام وما قبلوش، ما يقبلون الاسلام برك، لان ربي قال ان الدين عند الله الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا. والحرص هذا على انه يا اخي النص هذا لم يقيد سلوك الدوله في السابق، هذا نظر شكلي، لان متى النصوص قيدت الدول؟ النص الرجال هم الذين